معايا دي حوالي معلقة توم كبيرة مهروسة او راس توم مثلا. هتحطي معاها معلقتين زيت. بس كده، احنا مش هنحط اي زيت تاني يعني. شفتوا هما معلقة ولا معلقتين زيت مع معلقة التوم. بنشوحهم مع بعض كده، مش هخليهم ياخدوا لون يعني. اهو بفضل اقلب فيهم كده لحد ما احس التومه بس ايه، يعني دبلت كده شويه او ريحتها طلعت. وهنزل عليهم بشويه عصير طماطم على قد كميه الخضار اللي انت هتعمليها، والسمك هتحطي عصير. يعني مثلا أنا نسيت بصراحه المقادير، بس هي حوالي نص كيلو كوسه مع مثلا نص كيلو طماطم. هنا حطيت توابل سمك وكمون وشوية بابريكا. يعني تتبليها بقى زي ما انت عايزة. انا هنا التتبيلة بتاعتي كانت خفيفة، كانت بابريكا وتوم، بابريكا وكمون بس، ما حطيتش حاجة تاني. يعني شوية بابريكا وشوية كمون والثوم وعصير الطماطم. هسيبهم بقى يغلوا شوية. يعني الوصفة سهلة جدا جدا. السمك بقى انا كنت متبلاه التتبيلة العادية. هنا بحط الملح، بتظبط الملح زي ما انتوا حابين. تعملي حسابك ان السمك احنا عاملينه متبلينه. انا السمك كنت متبلاه بتوم وكمون وعصير ليمون وملح وهريسة فلفل رومي احمر بارد. يعني ما بحط استعملش شطة خالص في كل انواع الاكل. اللي عايز يحط شطة يحط، او تحطي فلفل حامي ممكن. خلاص هي كده اتسبكت. انا هو عصرت ليمون تاني على الصلصة، لان طبعا دي صلصة رايحة للسمك، والسمك اصلا انا متبلاه فيه لو عصير ليمون وفيه كمون وتوم. يعني تتبيلة السمك العادية جدا، تتبيلة السمك اللي انتوا بتحبوها. وكنت سايباه في التتبيلة طبعا، كان ليه بتاع نص ساعة مثلا. وده الطاجن بقى اللي هنحط فيه. هنزل عليه بأول حاجة شوية الكوسة. عندي شوية كوسة ومعاهم قرنين فلفل، نسيت اقول لكم عليهم قرنين فلفل رومي برضو، بيدوا طعم حلو. زي ما قلت لكم ينفع اي نوع خضار تحطوه فيه، لو بطاطس جزرايه اي حاجه هي هتنفع. وبتشرب من طعم السمك والتتبيله والصلصه، فبيكون طعمه حلو. والطاجن كمان بيدي طعم حلو للاكل. تمام. هما السمك اهو كام حته كده، انا حشتهم بعد ما قليت وركنتهم على جنب، وقلت اعملهم لوحدهم عشان ايه اللي مش عايز ياكل مقلي في زيت. ده بيكون خفيف وحلو. انا قطعتهم بس ايه عشان اعرف اوزعهم، وعشان يستووا بسرعه، لان الكوسه ما بتاخدش سوا. يعني الكوسه والسمك ما بياخدوش سوا وقت في الفرن. يعني تقريبا هيستووا مع بعض على طول. كده تمام. هنزل بقى عليهم بالصلصه اللي احنا سبكناها دي. وكانت عصير الطماطم لونها حلو كده زي ما انتوا شايفين. وانا كنت ضاربه معاهم مع عصير الطماطم قرن فلفل رومي احمر، لان هو الايام دي كتير جدا وسعره حلو. فممكن تدخلوه في عصير الطماطم في اي وصفه ينفع فيها. يعني مش كل الوصفات هينفع فيها تحطوا فيها الفلفل، بس في وصفات بينفع زي الوصفه بتاعتنا دي. ينفع فيها الفلفل يتحط مع الطماطم ويتضرب في الخلاط. زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. يعني معلقة زيت واحدة هتسوي لنا الطاجن ده. عشان كده بقول لكم خفيف جدا للناس اللي بتعمل دايت، كمان حلو جدا جدا ليها. وطعمه جميل جدا صدقوني. جربوا، وصفته سهلة وجميلة يعني الطاجن بحاله كده ما فيهوش اي سعرات. زي ما انتم شايفين، معلقة زيت واحدة بس وهتخلصي الوصفة. هو كده كان استوى وخرجته من الفرن. طعمه وريحته في منتهى الجمال، وخصوصا ان السمك واخد وقت في التتبيلة، مفهوش اي زفارة، وكان عليه عصير ليمون. فجميل جدا جدا. وبس كده الوصفة بتاعتنا خلصت. يا رب طاجن السمك ده بقى يعجبكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وتعمل لايك للفيديو. ونشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.